السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير ما عملتش فيديوهات. ان شاء الله نحاول نعمل الفترة الجاية فيديوهات على قد ما نقدر. خلاص قربنا على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، يا رب يجعله شهر سعيد علينا وعلى أمة محمد أجمعين. كلها أيام ونبدأ الشهر الكريم. تعالوا بقى اول حاجه كده زي ما احنا متعودين نصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، النهارده الفيديو خفيف جدا وبسيط جدا ومش هاخد اي وقت معاكم. طبعا طريقه شوي السمك زي ما انتم شايفين كده. هنا كنت شويته خلاص في اول الفيديو. زي ما انتم شايفين، يعني مش محروق ولا اي حاجه. تعالوا بقى نسمي الله وندخل الفيديو. هنا معايا 2 كيلو من السمك. طبعا غسلتهم كويس جدا جدا وجبتهم هنا. بقى كنت هشوي السمك زي ما انتم شايفين كده، بوريكم السمك. هو طبعا شوي السمك بيبقى كله اي سمك بنشوي بيبقى بنفس الطريقه، ايا كان بولتي بوري اي جميع انواع السمك اللي بتنشوي فهي بنفس الطريقه ديت. هنا طبعا كنت جبت نص كيلو من الردة او الرداد على حسب ما بتسموها. كل بلد ولها طبعا اسم اللي انتوا بتشووا بها السمك. هغلف السمك كله بالطريقه ديت، هغلف السمك كله بالردة ديت بالطريقه ديت، لاني لازم شوي السمك. لازم ما لازم نغلفه كده، لان هو اللي يعني ايه، بيحمر السمكه، بيخليها تسمر. هنا طبعا زي ما قلت لكم هعمل السمك كله بالطريقه ديت. هنا خلاص ابتديت اعمل زي ما انتم شايفين بغلفها كلها بنفس الطريقه. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. طبعا انا عامله الفيديو ده للبنات الصغيره اللي لسه داخله المطبخ، اللي لسه هتبدا تدخل المطبخ، انما الناس كلها طبعا عارفين السمك ده بنشوي ازاي. وقبل كل حاجه، قبل ما نحط السمك فهنكون مولعين الفرن جدا جدا، يعني مولعين الفرن لازم أن يكون سخن، لان احنا لو حطينا السمك والفرن ما هو السخن اكيد مش هيطلع من الفرن، هيتهري وهيلزق في الفرن، مش هيطلع من الفرن خالص. فلازم ايه، ناخد بالنا من الحته ديت، لازم أن يكون الفرن سخن قبل ما نحط السمك. هنا خلاص عملت الكميه كلها بنفس الطريقه. ما تنسوش تصلوا على النبي كتير يا جماعة. يعني طول ما بنعمل اي حاجة لازم نستغفر ربنا كتير ونصلي على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. انا خلاص كنت بقى خلاص خلصت بقى، كفاية كده. كفاية كده. هنا طبعا انا اللي بصور نفسي، فاكيد ايد ماسكة التليفون والايد التانية شغالة. اكيد المقطع ده اتعاد مرتين. انا خلاص عملت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. طبعا المقطع ده انا تقريبا حطيته مرتين، عدته مرتين. تعالوا بقى الفرن اهوت، كنت مسخناه زي ما انتوا شايفين كده سخن خالص، شايفينه ايد نار ازاي. هوت بهرص السمك. لازم يكون الفرن، هتعرفي ازاي ان الفرن سخن ولا لا مش هيلزق فيه السمك؟ ممكن تحط شويه رده من اللي انت بتغلفي بيها السمك. لو لقيتيها اتحرقت على طول ودخنت فاكيد الفرن كده تمام. طبعا انا عامله الفيديو ده للبنات اللي هي لسه في سنه اولى مطبخ. انا خلاص عليت بقى بعد ما حطيت السمك هنا، عليت الفرن بقى، هعلي عليه من فوق ومن تحت، واكيد هقفل الفرن عشان يحمر من فوق ومن تحت. مش هياخد اي وقت خالص. يا رب بس الفيديو ده عجبكم. فيديو خفيف، مش هياخد اي وقت زي ما قلت لكم. النفر والله العظيم بيجي يسجل الفيديو بينسى الكلام.
هنا خلاص كنت بقلب فيه اهوت، وعامله بتنجان عشان اعمله بابا غنوج. هنا خلاص ابتدى اهوت يسمر خالص كده. انا بنحب السمك لازم يكون اسمر، فعلى حسب بقى ما انت حباه. في ناس بقى بتحب تطلعه ابيض بيض شويه، فكل واحد زي ما بيحب. هنا خلاص خلصت خلاص كده، هطفي السمك سيبته بقى اهوت اسمر زي ما انتوا شايفين كده. يا رب بس الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. خلاص بقى ابتدى اطلعه بقى سمكة سمكة كده. اه طلع سخن بقى هو زي ما انتوا شايفين. اتلسحت هنا من الفرن، وهو ده شكله النهائي. هو بألف هنا وشفا على قلبكم، وهو ولا نشف ولا حاجة، الشوي مظبوط جدا. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.